صناع الكمبيوتر طول الوقت ومن أول يوم اخترعوا فيه الكمبيوتر وهم بيفكروا ازاي يقللوا وقت التشغيل بتاع الكمبيوتر. أصلا ده هدف وجود الكمبيوتر في الحياة، إنه يقلل وقت حسابات. فاحنا طلعنا الكمبيوتر بشكل معين وهنشتغل عليه بقى إن احنا نحسنه عشان نقلل وقته هو كمان. أيا كان الوقت اللي احنا بنتكلم عليه ده عبارة عن إيه، سواء الوقت اللي الكمبيوتر بياخده في تنفيذ كود، أو الوقت اللي بيستغرقه الأوبريتور في تشغيل الكود، أو الوقت اللي بيستغرقه المبرمج والتستر في تجهيز الكود. الكمبيوتر ما كانش بيتصنّع في مكان واحد وفي شكل خط واحد، لأ ده كان بيتصنّع في أكتر من مكان وفي خطوط متوازية، وكان طبيعي جدًا إن جامعة مثلًا تكون صممت كمبيوتر وهو أثناء التصنيع يكونوا صمموا كمبيوتر أحدث منه بكتير. ممكن تتفاجئ إن الكمبيوتر طلع قبل كمبيوتر وكان متطور عنه، وإن اللي طلع بعدين ده كان إمكانياته أقل. الموضوع ما كانش linear، لكن كل الجهات دي اتفقت على حاجة واحدة، العمل على تقليل وقت تشغيل وبرمجة الكمبيوتر. وده أمر طبيعي ومنطقي. الكمبيوتر ما اتعملش عشان نمارس عليه هواية البرمجة، الكمبيوتر اتعمل عشان يكون business and war machine، مكنة عايزينها تحسب لنا حسابات بسرعة. مش مهم بقى المكنة دي هتشتغل ازاي ولا هيكتب لها كود ازاي طالما هتدينا النتيجة بسرعة. فمن أجل ذلك كان لازم كل الشركات تتسابق في إنتاج أجهزة أسرع وطرق برمجة أسرع، وكمان تجهز الكمبيوتر الجديد بمجموعة من البرامج. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.